السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله جبت لكم اشطر واحدة بتنضف عند والدتي، وهنشوف شغلها كده في المطبخ. يا ترى هي بتعرف تنضف وهتنضف المطبخ ده معانا كويس جدا، ولا هي هتكروت ومش هيبقى نضيف قوي؟ الحكم ليكم انتوا. لو عجبكم شغلها ما تنسوش تدعموها بلايك وكومنت حلو. واللي عايزة انها تنضف له يا ريت يكتب لي ويقول لي، وانا هخليها تتواصل معايا. اول حاجة كده هنسمي الله ونصلي على الرسول. دلوقتي كده هي بتبتدي ان هي تفضي المواعين من الاكل اللي فيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص عماله تشيل بقى بواقي الاكل اللي في على الصينيه وفي المواعين بالشكل ده كده اهو. هتلم كل حاجه بقى ما شاء الله عليها. عايزه اقول لكم هي سريعه جدا ما شاء الله. فايه عماله تفضي بقى الاكل والحاجه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بسم الله ما شاء الله. نضفت بقى الرخامه، فضت كل اللي عليها. طبعا انا لسه ما دعكتهاش، بس هي نضفت كل اللي عليها من المواعين وبواقي الاكل بالشكل ده كده اهو. دلوقتي بقى كده هتغسل هي المواعين بالشكل ده. بس اول حاجه بتغسل الكوبايات. هتغسل بقى كميه من المواعين، وبعد كده تشطفها وهكذا يعني لحد ما تخلص المواعين. عايزه اقول لكم المطبخ كان متكعبل جدا قوي عندي، وخصوصا يعني ده كان اكلي عندي من امبارح. دلوقتي كده هنغسل برضو جزء في المواعين. اما بتغسلي حبه يعني شويه، مش واحده واحده، بتنجزي اسرع. فهي بتقولي لما بغسل حبه كده واحطهم واشطف حبه بتحسي بفرق كبير، يعني ان انت عملتي انجاز بسرعه ما بتاخديش وقت. فانا لما جربتها لقيتها عملت كده، يعني لقيتها بجد هي ما خدتش وقت، على الرغم ان المطبخ عندي كان متكعبل جدا، بس هي ما خدتش وقت خالص. بسم الله ما شاء الله عليها. بدات بقى تشطف المواعين. طبعا المواعين منتهيه الصلاحيه، محدش عايب على المواعين ماشي. فهي منتهيه الصلاحيه خالص، بس ربنا يكرمنا ان شاء الله ونغيرها وكده. بصوا بقى كده هي عماله تشطف الكوبايات. عايزه اقول لكم ما شاء الله عليها يا بنات، سريعه حلوه قوي، وكمان بتنجز معاكي. طبعا مفيش مطبخ تجربي عليه اسوأ من مطبخك، كله مواعين ومتكركب على الاخر. فهي صراحه يعني نظفته حلو. بصوا بقى هي لو عجبكم شغلها يا ريت تشجعوها بكلمتين كويسين وتبقوا بخاطرها. ولو عندكم اي تعليق برضه على شغلها يا ريت تقولوا لي، عشان اقول لها هي تطور من نفسها وكده. بالشكل ده كده اهو. بصوا عماله تغسل في المواعين بالشكل ده كده اهو. كده بصوا عماله تشطفها بقى كده اهو. هتغسل بقى كل كميه المواعين زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي كده هنبتدي تغسل البوتاجاز. بصوا بقى كده بتخلع الشبكه بتاعت البوتاجاز عشان تبتدي تغسله. بصوا خلت العيون كمان معاها بالشكل ده كده اهو. يعني بواقي الاكل على البوتاجاز بتبتدي ان هي تنضفها قبل ما تدعك البوتاجاز. بصوا بقى كده هتبتدي بقى تغسل البوتاجاز بالليفه كده، طبعا فيها ستانلس. تبتدي بقى تدعك بقى البوتاجاز. طبعا زي ما قلت لكم العين السودا دي ده الزواج محروق عندي، فهو عامله كده مهما دعكت فيها مش بينضف. تمام. انا حتى حاولت ان انا اغيره، فالراجل قال لي لا، ده الخامه بتاعته احسن من اللي انت هتشتريها لو اشتريتي وش البوتاجاز كده. فاضطريت ان انا اسيبه كده ماشي. فدعواتكم معانا ربنا يكرمنا نجيب بوتاجاز جديد. تمام كده. بص بقى بتمسح بقى البوتاجاز اهي. مسحت بقى البوتاجاز كويس. طبعا هي هتعيده تاني في المسح. وعيون البوتاجاز يا جماعه هي بتغسلها برده، والشبكه برده بتغسلها. يعني هي ما شاء الله هي مش بتكروت ولا حاجه، هي بتشتغل شغل نضيف. غسلتها بصوا بالشكل ده ما شاء الله عليها برده حلوه جدا. بس للامانه يعني انا ما بسيبهاش، انا كل يوم بغسل البوتاجاز وبغسل العيون، فعشان حرام يعني ما حدش يقول يفتكر ان هو كان كله دهون. بصوا بعد كده بقى نضفته. بس بقى المطبخ بقى عامل ازاي، فاكرين هو كان عامل ازاي في الاول؟ بسم الله ما شاء الله نضفته حلو جدا.